اوقات كتيره جدا وانت شغال في بعض التصميمات مش بتاخد فيها وقت خالص، ولما بتخلص بتلاقي ان التصميم قوي جدا برغم انك ما بذلتش فيه مجهود كبير زي تصميمات تانية ممكن تاخد فيها وقت كبير جدا، وفي الاخر مش بتلاقي افكار نهائيه. حتى لما بتجرب انك تنفذ اي حاجه وخلاص بتلاقي ان في الاخر التنفيذ فعليا شكله مش حلو. بص، خلينا نتفق الاول ان التيسير والافكار دي حاجه بتاعت ربنا، ولكن ان شاء الله انا جاي النهارده اديك عامل مهم جدا ان شاء الله يحل لك المشكله دي. طيب ببساطه كده الموضوع كله في اختيارك للصور اللي هتشتغل عليها، وان المجهود اللي انت بتحاول تبذله على الفاضي ده لو بذلته في مرحله السيرش او البحث عن الصور صدقني التصميم هيروح في حته تانية خالص وبوقت قليل جدا. فالمهم بقى ما تنساش انك تصلي على النبي وتشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نخش على الشرح. طب يا سيدي، دي الصوره اللي هنشتغل عليها ان شاء الله في درس النهارده. تمام، مبدئيا الصوره دي موجوده زي ما هي على شاتر ستوك. كل اللي عملته في الموضوع ان انا ابتديت اخد وقتي في مرحله السيرش زي ما قلت لك. انا كان في دماغي ستايل 3 دي اللي في الجوانب ده، وتركيزنا يكون على الحاجه اللي هنبدا ندي عليها الرساله اللي هي ادفع او بطرق دفع. عشان كده جبنا صوره تانية موجوده معانا اهي، اللي هو المنتجات المفروض هو اشتراها وجنبيها الفاتوره وماسك التليفون ومش عارف ايه والكلام ده كله بيدل عن طرق الدفع. فالحاجات دي اللي هو خلاص اشتراها وهيبدا يحاسب عليها. 3 دي اللي على الشمال واليمين دي مجرد شكل بس، ما حبيتش ان انا احط منتجات حقيقيه علشان ما تزحمش معايا الدنيا. فالمهم زي ما بصيت هنا انا كل اللي عملته غيرت الراجل. طيب عملت ايه؟ فتحت النسخه البيتا بتاعت الفوتوشوب. طبعا لو انت ما عندكش النسخه البيتا او مش هتعرف تعمل الخطوه دي فهسيب لك الصوره متشال منها الشخص، ولكن لو عندك النسخه البيتا زي ما قلنا ان الذكاء الاصطناعي هنا في درس من الدروس هو مجرد اداه حرفيا بتساعدك وبتنجز عليك وقت كبير جدا. فانا هبدا اخد الصوره بالشكل ده على النسخه البيتا، وكل اللي انا هعمله ان انا هبدا اجيب اداه الباتش تول وهبدا اعمل سيلكت على الجزء بتاع الشخص اهو بالشكل ده كده. حتى كمان الشادو ده هبدا اخده معايا اهو، وهبدا اسيب كده. هتلاقي حاجه اسمها جنريت فيل، هبدا ادوس عليها وهبدا اعمل جنريت. ما بعملش اي حاجه تانية علشان اشيل اي حاجه من الصوره. طبعا علشان تعمل الخطوه دي مانوال هتاخد وقت كبير جدا وفي الاخر مش هتطلع بالنتيجه اللي هو هيديها لك. فتعال نشوف مع بعض. فبص معايا كده على النتيجه، حاجه مبهره جدا جدا. وكمان مديك هنا 3 اختيارات بتبدا تبص عليه كده اهو. الاختيار اللي يعجبك بتبدا تقول له اوكي. فانا تقريبا الاختيار التالت احسن واحد، مفيش اي مشكله على الاطلاق موجوده. فخلاص كده دي الخطوه اهو، هنا قبل هنا بعد، مفيش اي مشكله خالص. فانت لو مش معاك النسخه البيتا او ما عندكش الفوتوشوب الجديد هبدا اسيب لك الصوره زي ما قلت لك في الديسكربشن، فمفيش فيها اي مشكله. تعال بقى اقفل النسخه البيتا وهروح معاك على النسخه ال 23 العاديه. على فكره النسخه البيتا انا قابلت فيها مشاكل كتيره جدا، لجات وبتخرج وانا شغال وبتعمل مشاكل كتير. فاظن ان هم هيظبطوا الكلام ده ممكن على الوقت الجاي، ما اعرفش، ولكن ده اللي انا قابلته انا شخصيا. مش عارف اذا كان حصل مع حد تاني او انا بس مش عارف. فهفتح معاك النسخه 23 اهو، وهبدا اشد الصوره اللي انا سايبها لك في الديسكربشن على الفوتوشوب بالشكل ده. تمام. طيب اختياري هنا او الوقت اللي انا اخدته علشان الاقي الصوره زي دي مع اختيار الصوره دي غالبا انا ما اخدتش وقت خالص. طيب علشان اصلا الاقي الصور دي اعمل ايه؟ هبدا اخش معاك على شاتر ستوك، وكل اللي انا عملته في السيرش يعني حتى هتلاقي ان الصور موجوده قدامك اهي، وقمت كاتب شوبينج سوبر ماركت وقمت حاطط كلمه كونسبت جنبها اللي هو انا عايز الصوره دي تكون بفكره معينه، وقمت عامل سيرش. طبعا هنا هتلاقي صور كتيره جدا. انا لقيت الصوره قدامي اهي ما خدتش فيها وقت. فانت لما تدي لمرحله السيرش زي ما قلنا وقتها هتلاقي حاجات قويه جدا جدا تقدر انك تبص عليها وتلاقي حاجات افضل بكتير. ولكن انا اللي لقيته قدامي ولقيت كمان الصوره هنا، فهنا حضرت الفكره بقى. يعني انا لما بصيت حاولت اربط ما بين هنا مثلا ده شخص اهو في سوبر ماركت برده مفيش فيه اي مشكله اهو، ولكن هنا الحاجات اللي على الشمال واليمين ما بتتحسبش لانها 3 دي فمش مديالك ايحاء باي حاجه خالص. فانت تقدر انك تعمل فوكس على الحاجه اللي انت محتاجها لوحدها بس. فهنا قمت جايب الصوره الثانيه اللي هي دي قمت ضايفها زي ما هنعمل دلوقتي. فخلينا نروح للصوره اهي بعد ما عملت لها داونلود. طيب موضوع التحميل من شاتر ستوك للناس اللي هتقول لي ان التحميل بطريقه مش مجانيه، في شرح انا كنت عامل له درس موجود ترجع تشوفه، طريقه التحميل من شاتر ستوك وفري بيك وانفاتو، شارح كل تفاصيل التحميل بالظبط. طيب خلينا على طول سريعا نبدا نشيل الباك جراوند الصفراء. فانا هاجي كده عند سيلكت وهعمل سبجكت بالشكل ده وهبدا اشوف هيعمل ايه. فبص معايا عمل سيلكت على كل حاجه، ولكن في سيلكت صغير جدا دخل معايا لجوه. هبدا اجيب الكويك سيلكشن وهبدا اشيل السيلكت ده اهو. ما عملتش اي حاجه ومش دايس على اي حاجه. وركز على الخطوه دي لان انا مش هعمل ديليت للباك جراوند، لا انا هبدا ادوس كليك هنا على الكيلون ده فهيتشال، وهبدا اجيب اداه السيلكت المربعه كليك يمين، هبدا ادوس هنا على لاير فيا قط. لازم اكون واقف على السيلكت المربعه، ركز معايا، كليك يمين لاير فيا قط. طب انا كده عملت ايه؟ انا خليت الجزء ده في لاير والاصفر ده في لاير، بقى معايا اللايرين هنا على الشمال. اقدر ان انا اخدهم كده على الديزاين واقدر كمان ان انا اصغرهم بالشكل ده. طبعا هنا وانا بحضر الفكره اصلا انا ما كانش في دماغي كل الكلام ده. انا في دماغي ان انا هدمج الصورتين مع بعض وهبدا احط لهم تكست وبس، ولكن بعد كده هقول لك دلوقتي خلينا نمشيها واحده واحده. يعني انا هبدا بس الشادو، انا محتاج الشادو في الجزء الاصفر ده، فانا هبدا اجي هنا عند المالتي وهبدا اظبط كده. طبعا في مربع اصفر ما تشغلش بالك بيه، هقف على
اللاير بتاعته اهو، وهبدا اقف هنا على الماسك هدوس، وهبدا اجيب البرش تول وهبدا احذف البرتقالي ده بالراحه. طبعا لو انت ما بتدوس وما بيحذفش بالشكل ده يبقى انت هتعمل اكس علشان تخلي المربع اللي هنا ده يكون اسود فهيحذف. لو دوست اكس هيغير لك المربع من اسود لابيض فهيرجع لك اللي انت حذفته. ركز معايا اهو كده اكس اهو المربع الاسود. انا كده بحاول احذف، ولكن انا حذفت الشادو اللي ورا، انا مش عايز كده. انا هبدا احذف اللي فوق بالراحه اهو اهو بالراحه جدا اهو خالص، بعيدا عن الشادو اللي تحت الورقه اهو مثلا بالشكل ده. ممكن اقف هنا ادوس كليك هنا على المربع اللي على الشمال ده واعمل كنترول يو، وهبدا ازود هنا علشان واقلل كمان الساتوريشن علشان اخف الاصفر اللي موجود فيبان ان هو الشادو طبيعي ما فيهوش فيه اي مشكله. وهبدا امسك اللايرين دول. فهنا قمت جايب الشخص ده وقمت قصه بالشكل اللي قدامك ده وقمت شده كده معايا. انا عايز اقول لك اوقات كتيره جدا مش بيبقى في دماغي حاجه معينه، ولكن مرحله السيرش هي اللي بتخليك تكون فكره، فاهمني؟ يعني انت بتبدا تشوف الصوره دي مع الصوره دي تحطهم مع بعض، هل ينفع اضافه تانية وكده، فالموضوع بيبدا يمشي بالشكل ده. طبعا في بدايه ما جبت الشخص ده كنت عايز اخليه ورا، فابتديت اشوف مثلا طب اعكسه، طيب اعمل ايه، لقيت ان مفيش حاجه ظابطه بصراحه غير الجنب ده، فقمت مخليه اول لاير فوق يبقى جاي على اليمين كده، وقمت كمان مكبره شويه كده، وقمت ماسك اللايرات كلها ونازل بيها لتحت. طبعا هنا في الطبيعي اي حد هيبدا يفتح الديزاين اول حاجه عينيه هتروح هو الجزء اللي في النص، زي ما قلت لك الشمال واليمين عشان معمولين 3 دي اصلا، فهتحس ان العين مش هتركز معاهم قوي، فاهمني؟ عشان دي نقطه بس تبقى لازم تبقى فاهمها يعني. فهبدا اهو اكبر الشخص ده بالشكل ده، وهبدا اعدله مثلا شويه كده، وهنيجي لمرحله التكست. يعني بص عايز اقول لك الموضوع ما خدش تقريبا 5 دقائق. فاحنا هنبدا نكتب تسوق اهو، احط الفونت ده انا عارف انه هيعجبك جدا فهسيبه لك في الديسكربشن ما تقلقش اهو، وهبدا اكتب كلمه واستمتع بطرق الدفع المختلفه. بس هنبدا نظبط ال 3 دي على الكلام الاول وبعد كده نبقى نكتب الجمله دي. بص بقى عملت ايه، رحت هنا ريفريبك وابتديت اكتب تكست افكت بالشكل ده، وببدا اشوف التكست او الافكت اللي انا شايفه كويس وببدا اعمل له داونلود وببدا اطبقه على التكست بتاعتي بكل سهوله وبضغطه زرار واحده. طيب تعالى اوريك، انا هنا حملت الاثنين دول، واحد هيفتح معايا على الالستريتور وهقول لك تطبقه ازاي، والتاني هيفتح على الفوتوشوب وهقول لك برده تطبقه ازاي. فتعالى نفتح بتاع الالستريتور الاول، هيكون ملف اي بي اس، او هبدا ادوس دبل كليك هيبدا يوديني على الملف بالشكل ده. كل اللي هتعمله انك هتروح عند ويندو وهتبدا تفتح جرافيك ستايل بالشكل ده، هيفتح لك القائمه الصغيره دي. هبدا ادوس كليك على الكلمه وانا واقف على السهم ده، يعني كليك كده، وهبدا ادوس على علامه البلس هنا اللي هي نيو جرافيك ستايل، هيبدا يضيف لك الستايل هنا في القائمه. تمام زي الفل. هبدا اروح هنا على كلمه تسوق دي وهبدا اشدها معايا على الالستريتور بالشكل ده. تمام. وهبدا ادوس هنا على ايمج تريس، هتبدا تحس ان هي بكسلت شويه، هتبدا بس تغير من اللوجو هتخليها سكتش بالشكل ده. هتبدا كل البكسله او التقطعه اللي كانت موجوده هتروح، وهتبدا تدوس كليك على الستايل فهيطبقه لك بالشكل التحفه ده. طبعا هنا انا حاسس ان ال 3 دي تخين قوي، فعلشان اقلل التخن ده هبدا ادوس على الت وشيفت وهبدا اكبر الكلمه شويه بالشكل ده. كل ما هتكبر هتلاقي ان سمك ال 3 دي بدا يقل شويه والكلمه هتبقى اوضح من وهي متكببه في قلب بعضها كده، فاهمني؟ وهبدا اشد تاني معايا الكلمه للديزاين بتاعها بكل سهوله. فبص معايا كده هتلاقي ان الدنيا تحفه. طبعا ممكن وانت بتحرك في الكلمه او انت بتصغرها وتكبرها تلاقي ان هي تقيله او بتعمل لاج معاك، فعلشان تتخلص من الموضوع ده هتبدا تدوس كليك يمين على اللاير وتبدا تعمل كونفيرت تو سمارت اوبجكت، هتلاقي ان الكلمه بقت سهله جدا اهو، ما فيهاش اي مشكله على الاطلاق. هبدا اصغرها اهو بالشكل ده. طبعا انا لما جيت بصيت لقيت ان انا لو خليت الكلمه دي بالاصفر هحس ان الدنيا كلها سايحه في قلب بعضها، فكان لازم احط الكلمه دي بالابيض. فهنا قمت عامل داونلود للستايل اللي هو التاني ده، هنا هتلاقيه ملف بي اس دي، هبدا ادوس دبل كليك كده هيفتحه معايا على الفوتوشوب. فهنا برضو الطريقه سهله جدا وبتكه زرار. كل اللي هتعمله في اي ملف هتحمله بي اس دي برضو هتلاقي ان في لاير سودا موجوده في الاول اهي، هتبدا تدوس دبل كليك على المكان اللي انا واقف فيه بالظبط هيبدا يفتح لك الصفحه دي. هتبدا تشيل الكلمه دي وتبدا تحط الكلمه بتاعتك دي اهو، هتكبرها بس شويه. وكل اللي هتعمله انك هتبدا تقفل الصفحه وتدوس يس، وهتبدا تستنى عليه كام ثانيه، فهترجع كده على الملف وتبص هتلاقي ان الستايل اتحط بدون اي مشكله. طبعا هنا الافكت اهو، هبدا اعمل كليك يمين واعمل كونفيرت تو سمارت اوبجكت علشان ما يبقاش تقيل معايا كده، هو طبيعي هيبقى تقيل حتى لو جهازك قوي، فما تقلقش خالص من الموضوع ده، هو بس عشان لايرات كتير قوي. فانا ببدا اعمل كونفيرت علشان يبدا يقلل معايا اللاج اللي موجود ده. وهبدا اهو اصغر كده الكلمه بالشكل ده تحت الكلمه دي، وهبدا اشيل اللاير السوداء دي خلاص مش عايزها. تمام. وبعد كده ممكن امسك اللايرين، ممكن اظبطهم باي طريقه ايا كانت، خليهم في جروب مثلا، واشيل كلمه تسوق اللي تحت دي. انا بس عايز كفه ايده تبقى باينه
هنا شويه معايا، بس خليني اكتب الاول الجمله بتاعت بطرق الدفع المختلفه، وهبدا اصغر الكلمه هنا في المربع الاسود بالشكل ده، وهبدا امسك الاثنين اهو واخليهم يكونوا بميل كده شويه. طب انا مسكت الاثنين ازاي برضو علشان تبقى الاختصارات دي بتفيدك جدا والموضوع بيبقى سهل، عشان ما تروحش في قائمه اللايرز وتتعب نفسك وانت واقف كده على مثلا الحاجه دي اللي انت واقف عليها. تمام، شيفت كليك يمين على الكلمه بتاعت بطرق مختلفه وهتدوس عليها كليك، وانا دايس شيفت هنا امسك لك الاثنين، شيفت كليك يمين على الكلمه وهبدا اختار اول حاجه بتطلع لك اهو، شيفت كليك يمين على الولد واول حاجه بتطلع لك اهو، شيفت كليك يمين وهكذا بقى اهو. تمام، علشان الاختصارات بتكون مهمه قوي وبتخليك سريع جدا لو انت متعود يعني والموضوع معاك تمام، فاهمني؟ فانا خلاص هبدا اظبط اهو. طيب الراجل ده ممكن نكبره شويه علشان بس كفه ايده تبقى ظاهره كده علشان ما تبانش ان هي مقطوعه او حاجه، بس هنا انا بقيت حاسس ان الراجل هياخد التمركز البصري اكتر من المنتجات، يعني انا حاسه ان هو اكبر، فده بيخلي العين تروح على الحاجه الاكبر اولا ثم الحاجه الاصغر، فانا هبدا امسك الحاجتين اللي هم دول وهبدا اكبرهم شويه اهو على اساس يكونوا هم الهيرو معايا في الموضوع، وهبدا امسك كل الليرات كده اخليها تكون سنتر اهو في نص الديزاين بالظبط. طيب هنا لو بصيت على رجل الولد هتلاقي ان مفيش شادو، هنبدا نعمل له شادو سريعا. هبدا امسك الولد كنترول جي علشان اعمل كوبي، همسك اللاير اللي تحت كنترول تي وهثبت صبعي على الكنترول وهبدا اشد من فوق هنا لتحت كده اهو بالشكل ده مثلا كده، وبعد كده كنترول يو وهبدا اسود بالشكل ده. تمام، وبعد كده هنقلل الاوباسيتي وركز معايا بقى، انا هعمل هنا فلتر وهبدا اروح على البلور جاليري وهبدا اختار ثالث اختيار، ده هيفتح لك الشكل اللي انت شايفه ده. كل اللي هتعمله انك هتبدا تمسك من هنا كده من النص كده وهتبدا تنزل لتحت وهتبدا تزود الدايره دي شويه، فبص كده الشادو هيبقى عامل ازاي، هيبقى تحفه بطريقه مختلفه عن الاعتياديه اللي احنا متعودين عليها. بص يعني انت لو اتحركت بدي كده بالجزء ده هتبدا تفهم هو بيعمل ايه اهو، وهبدا اعمل اوكي. تمام، هنا ممكن نقلل الاوباسيتي كمان، وهنا كليك يمين على اللاير بتاعت الشادو عشان اغير اللون للون البرتقالي بالشكل ده. بص يعني انا مثلا ممكن اختار الدرجه من درجات الموجوده دي، او احنا ممكن نغيرها من هنا اهو، نحمرها شويه نغمق او نفتح اهو، هتحس ان الشادو كده واقعي الى حد ما. وممكن نجيب الاستيكه كمان نحاول نحذف بس الحته الزياده دي علشان ما تبينش ان الدنيا بايظه اهو، هتلاقي الامور زي الفل كده. تمام، وركز بقى معايا، الولد هتحس ان هو واخد تون غير الديزاين خالص، هتحس ان هو لونه ابيض والورا اصفر، فالدنيا مش ظابطه مع بعضها. فخلينا نقف على اللاير بتاعت الولد وهبدا اروح عند الادجستمنت لاير وهختار الكالر بالانس كنترول الت جي علشان البالانس اللي هعملها تبقى جوه الشخص فما يعملش على الديزاين كله. هبدا اتحرك هنا بالراحه اهو لحد لما اخلي الولد يكون واخد من نفس التون، وهبدا اغير من هنا اهو الهايلايتس مثلا هنا الاصفر اهو، بس ما زودش ايدي قوي يعني، وبعد كده اغير الشادوز اهو هنا هبدا ازود اهو الاحمر. فبص معايا تعال نشوف قبل وبعد، بص فرق كبير جدا ومهم جدا انك تعمل الخطوه دي. ممكن نفس الكالر بالانس اللي انا عملتها اخدها على المنتجات برضو والفاتوره والكلام ده. ازاي بقى؟ يعني اللي هنا دي اللاير بتاعت الفاتوره والمنتجات، وانا واقف على الكالر بالانس دي هبدا ادوس الت وهبدا اسحب الكالر بالانس لحد اللاير بتاعه المنتجات وهسيب كده، هيبدا يعمل لك كوبي اهو. هبدا اعمل كنترول الت جي عشان يدخل ده في قلب المنتجات بس اهو، فيبقى هنا معايا واحده وهنا معايا واحده، ما عملتش اي حاجه ولا عدت الموضوع مرتين. طيب هنيجي بقى لاخر نقطه وهي الهوت لاين والكلام ده. برضو الموضوع هنا مش محتاج انك تستعجل وتكتب اي حاجه وخلاص عشان مثلا حاجه مش مهمه، لا التفاصيل عايز اقول لك التفاصيل الصغيره اقوى بكتير من التفاصيل الكبيره. فسريعا كده هبدا اعمل رقم الموبايل اللي هو مثلا اي هوت لاين، يعني انا هكتب اي رقم يا رب بس ما يطلعش بتاع حد، وهبدا اغير هنا للفونت ده اهو هسيبه لك في الديسكريبشن، وهبدا اخد كوبي هثبت صبع على الالت وهسحب كده، هغير هنا لهوم بس هخلي الحروف كلها تبقى كابيتال، هخلي كلمه هوم لوحدها بالشكل ده وهصغرها جنب الزيرو، وبعد كده هكتب كلمه ديليفري بالشكل ده، وهمسك الاثنين ممكن اكبرهم شويه كده شكلهم حلو قوي. تمام، هبدا شيفت وادوس على الرقم علشان امسك الثلاثه كده مع بعض، وهبدا هنا احط ايكون لرقم الموبايل الاول. طبعا هنا في فونت هسيبه لك برده حلو قوي، هقول لك دلوقتي بيعمل ايه. هغير بس هنا اهو الفونت ده عباره عن ان انت بتكتب حروف بيديك ايكون بدل، يعني انا لو عايز مثلا ايكون الفيس هكتب حرف الاف يجيب لك فيس، عايز مثلا جيميل هكتب الجي يجيب لك الجيميل، عايز مثلا الفون هكتب حرف الان هيجيب لك نمبر فون. فهو هتلاقي الموضوع سهل جدا بالشكل الحلو قوي ده. هسيب لك كل الفونتات دي
علشان تسهل عليك الامور. خليني بس ارفعها لفوق خالص بالشكل ده، وممكن اعمل خط كده صغير واروح واخد كوبي كده من الرقم مثلا علشان اكتب لينك الفيسبوك اللي هو مثلا حمدي ماركت مثلا ايا كان يعني اللينك، وهبدا اصغره لان المهم في الموضوع يكون الهوت لاين، فاحنا كبرنا الهوت لاين واللينك الفيس مش مهم قوي، فاحنا هنبدا نصغره بالشكل ده. هبدا اخد ايكون الفون وهغير لاف كده هيديني ايكون الفيسبوك بالشكل ده. هبدا صغرها كده، فلما تيجي تبص هتلاقي شكلهم حلو ومدين شكل كويس جدا للتصميم، مش اي كلام وخلاص يعني، فاهمني. هبدا بس انزل لينك الفيس كده جنب الارقام اهو، وبعد كده همسك كل الليارات كده اصغرها شويه واعملها مثلا في جروب. تمام. هنا هتحس ان هم مش باينين علشان الدنيا مش مظلمه تحتهم، فانا عملتهم في جروب، وهاجي تحتهم كده هعمل نيو لاير وهجيب اداه الجريدينت تول، هغير هنا للشكل اللي يكون على يمينه لون ابيض وعلى يمينه مربعات، ما تجيبش الابيض واسود ده، لا هات اللي في النص ده وابدا اعمل اوكي. وهنغير اللون الابيض ده الاسود، وهبدا اشد كده باداه الجريدينت تول اهو بالراحه كده اهو علشان اغمق تحت الرقم بس، وهبدا اقلل الاوباسيتي بالشكل ده، وممكن نرفع فوق شويه، فهتلاقي ان انت غمقت تحتهم من غير ما تغمق الديزاين كله. ممكن كمان نجيب الاستيكه وهبدا احذف الحاجات اللي جت على المنتجات وعلى الولد ومش عارف ايه، هنخلي بس تحت الرقم بالشكل ده، فهتلاقي ان الدنيا كلها بسيطه وسيمبل وشكلها حلو. المهم لما تيجي تبص هتلاقي ان احنا تقريبا ما خدناش 5 دقائق مش في الشرح لا كديزاين، وطلعنا بفكره شكلها حلو وتجذب العين. ما اخدناش وقت. اختيارك للصور بيكون اهم بكتير من انك تبذل مجهود زي ما قلت لك في بدايه الفيديو. فاهم حاجه بقى لو وصلت معايا لاخر الدرس انك ما تنساش تصلي على النبي وتذكر الله وتعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو وكمان كومنتك التشجيع، مش هتخسر حاجه. اشوفك في درس جديد. سلام.